يا ليلة يا ليلة غاب فيها كاس العالم فشفنا الأهلي. ما كانش فيه البرازيل ولا الأرجنتين ولا البرتغال ولا المغرب، بس الأهلي كان في الميعاد. شوط أول عالمي، شوط أول كولر بيقول للجميع مش هيبقى البارح والنهاردة. السويسري خد بطاره في الملعب النهاردة من المحلة. شوط اول ولا في الخيال. ضغط النهارده من كل لاعب في الاهلي على كل لاعب في المحله، وتحديدا على دفاع المحله. ما خلوهمش عارفين يبداوا الكوره من ورا. النهارده الماتش الواحد قاعد متكيف. النهارده تاو بيرسي تاو جاب الجول من عرضيه من مين؟ من علي معلول رئيس قسم الزغاليل. علي معلول عمل العرضيه خدها تاو من اول لمسه يا حبيبي، من اول لمسه وهاتم الجول. وهاتم الجول يا حضري. اما الجول التاني من مين؟ من البرازيل المصري احمد عبد القادر، على اليمين وعلى الشمال، واداها لمين؟ عدت من كريم فؤاد ومن تاو، لكن مين؟ البرازيلي الاصلي مستنيها. حطها في وسط الزحمه وعدت عشان نشوف الرقصه. اليوم لو غابت رقصة تاو فرقصة يعني سافيو موجوده. النهارده برغم حكم الفار بسيوني نعمله فيك ايه؟ ادعي عليك وانت فيك كل العبر بايه يا بسيوني؟ لو كل حاجة اتغيرت في الدنيا انت مش هتتغير. وامتى يا جماعة الفار هيفضل مستقر؟ هو لازم في كل ماتش نسمع جملة توقف الفار؟ هو الفار ما بيوقفش الا في ماتشات الاهلي. عشان كده كان في طردين للمحلة ما اتحسبوش. ليه الفار بغيبوبة؟ شايلين فشت الكتل عشان خرمانين ويعملوا شاي. هاتولكم مجات حرارية على حسابي وانا هدفع عشان تفكونا من اللي بيحصل. لكن بالنظام ده عيب. ده الواد يعني دايس على فخدة اكرم رجولة. يعني طرد والمعلق يقول لك اصله مش قصده. وانا ذنبي ايه؟ قصده ولا مش قصده؟ ده كان معاه انذار ويا ريتها اتحسبت فاول اصلا. النهارده ركله جزاء لتاو في الدقيقه التاسعه ما جاتش حتى في الاعاده. النهارده ولا الفار تدخل. حنفي النهارده كان كويس، ياخد له 7/10 عشان في كذا انذار مستحق على لعيبه المحله غفل عنهم. وفي اول فرصه ادى لعبد المنعم الانذار مع ان في كذا كوره زيها في المحله عداها، لكن كان بيحاول يكون حيادي النهارده. اما بسيوني اسود منك ما لقيت ولا هلاقي يا بسيوني فوق من الغيبوبه وركز معانا في الماتش. الكوره اللي فيها الطرد الفار عطلان، وبعد الكوره ما عدت الفار يرجع عشان كوره الشناوي وعايز يحسب طرد على الشناوي. يا ابن الكوره يعني الشناوي لمسها الاول وراحت في اتجاهه مش في اتجاه لاعب المحله، لكن بيدوروا على اي ثغره علشان يضروا الاهلي. للاهلي في غيبوبه، على الاهلي يدور بملقاط. لكن اتعودنا ولو ما خدتش حق. شوف انا فايز النهارده 2-0 وبقول لك الفار فيه مشكله. حكام الفار عندهم ازمه، ما خدوش عبره من اللي حصل لفرحان الماتش اللي فات. وائل فرحان اتوقف شهر. طب نعمله ايه يعني؟ يا بسيوني اعتبر، يا كابتن بسيوني اعتبر. اما الشناوي يا شناوي فوق معانا مش ناقصين حرق الدم. لقيت العمليه ماشيه حلو وربنا كارم، لازم تطلع بحاجه. ما تفوق معانا يا شناوي، ولا انت معمول لك عمل تحت باط جبل ولا ايه الحكايه؟ ركز معانا. كانت يعني كانت النتيجه 1-0. كوره جايه لك صدتها وراحت للمهاجم. ربنا يعني خلاها شاطها فوق العارضه، شاطها بره خالص والجول قدامه فاضي. فركز يا شناوي معانا، كان ممكن تدخل المحله الماتش تاني. اما النهارده حتى حسين الشحات لما نزل كان بيحاول ينفذ الفكر بتاع المدرب. اما بقى مدرب المحله لا، اللي كابتن احمد دياب ومحافظ الغربيه المبجل راحوا اجتمعوا معاهم وزودوا عقده، او عقده المحله زودته مش عارف 15,000 دولار، ولا يستاهل 15 قرش النهارده.
النهارده اسحبوا منه العقد الجديد ومشوا على قديمه. كولر النهارده قال له لو انت بابا فاسيليو فانا بابا كولر وانا اللي هكسب. النهارده الراجل ده زي ما حطينا عليه قبل كده وقلنا عندك بعض الاخطاء في ماتشات فاتت، النهارده بيثبت انه مدرب كبير. النهارده بيتعلم من الاخطاء اللي فاتت وبيعالجها. النهارده قافلها وقاطعها ميه ونور وغاز على المحله. النهارده برغم الحكم الفار اللي انا والله يعني زهقنا، لكن الاهلي قدر يوصل للي هو عايزه وللصداره. لكن مش كل مره الماتش هيكون ماشي بالطريقه ديت. لازما واقفه مع الحكام. نيجي بقى للاخراج. يعني يا سياده المخرج، كوره يعني تاو اللي في الدقيقه انت سمعتهاش ليه؟ ولا انت خدت تعسيله؟ ولا انت حكايتك ماشيه ازاي؟ ولا انت كمان كنت بتشرب كوبايه شاي مش مركز معانا؟ فوق معانا. النهارده تحس ان الماتش متصور بكاميرا نوكيا. كاميرا نوكيا. يعني تشوف ماتش الزمالك وتشوف ماتش الاهلي فرق كبير. مش بتكلم على ارضيه الملعب، انا بتكلم على الاخراج وعلى الجوده. تحس ان الفرق شاسع. اما الزمالك النهارده فاز على طلائع الجيش بالذمه والدين، وهي دي طلائع الجيش واللي كانت قصاد الاهلي. النهارده كابتن عماد السيد، ايه يا كابتن عماد؟ لقيت الماتش متقفل فقلت تلحقه بدري وده غلط. يعني ده خطأ يحصل عشان تفتح الجيم ولا الجون التالي. ولا كابتن خالد قمر، ما كابتن محمد يا يوسف، ما انت عارف اللي فيها. لكن لا هتهم حد بالتفويت ولا هخش في النوايا، ربنا لوحده اعلم. لكن زي ما قلت في البداية، ليلة غابت فيها متعة كاس العالم، لكن متعة الاهلي كانت حاضرة. يا كولر انت النهاردة معلم في الشوط الاولاني. نركز بقى الفترة اللي جاية وانا متصدر، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. لايك وشير واشترك في القناة وفعل الجرس علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. يا رب كتر من ايامنا الحلوة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. تحياتي لحضراتكم.